اليوم حنجرب أرخص وأغلى فندق بجزيرة بالي سوية. من شكلي هيجي يعني وين رايحين؟ أكيد نسافر هالمرة، راح نروح بسفرة كلش طويلة دول، فخليكم ويانا. وراح نقلع أول شي لأول دولة راح أروح لها اللي هي الإمارات، تحديدا الشارقة. أنا رايحة دبي مرتين بس ما رايحة الشارقة أبد. هسه حاليا ساعتنا ممر بالسعادة وكانت مدة الرحلة ساعتين. وصلنا إلى الشارقة. وفة مو طبيعية بالشارقة، لازم انتظر 6 ساعات بالمطار على مود آخذ طيارتي الثانية. وراح نشوف شو نسوي. M&M's ويا الجمل. أول شي رحنا صلينا وشوفوا شلون حاطين أوقات الصلاة بالمسجد. راح أشوف على الماب، أشوف شنو الأشياء اللي موجودة بالمطار، يعني المفروض أن أشياء واحد يقدر يسويها. زين. دخلنا الشاط. زين إحنا وين هسه؟ إيوه you are here. أوكي. كله بس أكل. حتى أقول شنو؟ هاي مصلى يمكن، هاي مستشفى يمكن، هاي كلها بداخل المطار. بس رغم ذلك المطار تغير، يعني ما في شي، بس مطاعم وسوق مطاعم وسوق. زين خلينا نشوف الفلايت انفورميشن مالتنا. departure flight number airline destination تمام. على اير ارابيا. والله تكنولوجيا حلوة ترى. رياض الحمد لله. هاي رحلتنا تمام. الجيت 6، البوابة رقم 6. شو هسه شنو؟ هسه انا لقيت رقم البوابة ما كان موجود، اقدر ادوس شو روت تو جيت على مود اندل الطريق لهذيك البوابة. This will contain security check control. رياض شوف شلون يمشي. امشي بعدين هنا امر على الجوازات، بعدين وراها امشي نكمل واجي هنا ساعة الانتظار مالت البوابة 6. طبعا هسه بالسوق الحرة دا اتفرج على الديكورات كلش مسوينها حلوة. هاي مسوية الثيم مالتها عربي، اول مرة هيك اشوفها. هاي البقرة وهذا القطار، وهذا يعني سوق الحرة تحس احلام العصر. منا شانيل ومنا هيك بقرة. شوفوا شنو لقينا هذا الجهاز اللي هو جهاز الصدقة. تمام. هذا الجهاز انه انتم مو بس تذبون بيه صدقة وخلاص، لا، مقسمينكم هنا مثلا زكاة المال، هنا صدقة عامة، كفارة، دفع بلاء، تفريج كرب، مساهمة بكفالة اليتيم، بناء مساجد، حفر الآبار، سلة الخير، تيسير حج العمرة، الإغاثة العاجلة. صراحة حبيت عماد، أول مرة بحياتي أشوف هيك شي، بس كلش حبيته. هاي الجمعية اسمها جمعية الشارقة الخيرية. وهسه لقينا هاي الأشياء اللي هي ترمز للإماراتيين والخليجيين. هذا مصباح علاء الدين، كلش لطيفة. هاي شنو؟ سوب. هذا ذني صوابين. هناك اكو كتب. هاي الجمال وأشياء. هاي كلش هواية جمال، يمكن لأن الجمل هو رمز العرب. زين هسه احنا حاليا في مرحلة البحث. هاي شوفوا يشماغات في مرحلة البحث عن المغناطيس مع الثلاجة. أحلى شيء أنا أسويه بكل مطار أروح له وبكل دولة أروح لها إنه أنا لازم أشتري شيء تذكاري. وما تتخيلون إيش قد المنظر حيطلع حلو إن شاء الله. بيكون عندي بيتي الخاص وثلاجتي الخاصة، ومن أخليهن كل الأشياء اللي أنا اشتريتها من كل الدول سواء عربية أو الغير عربية. وأني أكثر شيء أحبه إنه أنا أشتري المغانط. تمام. رغم مثلا هسه هذا الجمل مو لهالدرجة حلو، بس إنه هو يدل على الشارقة، وسألنا إنه هو هذا رمزهم طلع. هنا مثلا اكو ميداليات احلى. تمام. بس اكو ناس مثلا تحب تجمع ميداليات، اكو ناس تحب تجمع كوابه، اكو ناس تحب تجمع اقلام. بس اني عاجبني انه اني اجمع المغانط مع الثلاجه، لان دائما انه اني اجمعها. همينه بكل دوله يعني هوايه اكو اشكال والوان. اكو مثلا يشماغات، اكو رموز للدول، شي يختلف عن شي. هنا شوفوا ايش قد اكو اشياءات بعد كلها تكون رموز للدول. شوفوا هنا مثلا
هاي كليتها أقلام. بس هي الحلو مو بالفكرة إن أنت شنو دا تشتري أو إيش قد سعره وهل هو يسوى أو لا. غالبا الأشياء اللي أنا أشتريها من المطارات أمي تتعارك وياها عليها لأن أبد ما تسوى. بس الأهم إنه أنا عندي تذكار من كل دولة أروح لها. هذا الشيء أنا أنصحكم بيه كليتكم. وهسه خلينا نروح ناكل يمتنا من الجوع. هسه نجرب الأكل الإماراتي. صراحة أنا هواي يعني جاي مرتين قبل لدبي، بس أول مرة إنه أجرب أكل إماراتي. خلينا نشوف شلون راح يصير. هسه راح نجرب هذا الأكل الإماراتي لأول مرة. خلينا نشوف شنو. أول شيء هاي خضار، مرقة خضار، ما أعرف خضار إيش صراحة. يمكن هذا التوفو ما أدري. وهذا كفتة وهذا دجاج وهذا برياني دجاج. فخلينا نجربهم ونشوف شلونهم. بسم الله. اوكي البرياني زين. هاي يمكن توفو لان يعني مو طعم خضروات عادية، بس هم طيبة زينة بس حارة شوية. وهاي الكفتة لحم. طبعا انا دائما وين ما اروح احب المرقة مالت الكفتة، بلكي طيبة هنا. مو كلش، مو هالقد طيبة. قلنا آخر شيء اللي هو الدجاج. من بين المرقات الدجاج أطيب شيء. حسيت نكهاته غريبة ومتوازنة بس طيب أطيب شيء. تجربة حلوة راح أكمل جوعانة. وهذا الكافيه هيجي مرسوم بهذا كأنما إنه القهوة بكل بلد شلون تتصنع. والله حلوة الفكرة. لقينا هذا الجهاز اللي هو يعبي مي بدون لمس، تمام. بس يعني المي حشنمة الله، يعني ما اعرف ليش لهالدرجة مطيب، يعني حرفيا وين جرى. طبعا على وشك انه حرفيا تروح علينا الطيارة، اللي هسه نحاول نحل مشكلة الجروب اللي بعدهم لحد الان ببغداد. ووصل اخر نداء وركضت وان شاء الله يا رب يلحق. يعني ليش هيجي سفراتك كلها ركضها عاد احنا حاجزين قبل شهر من السفرة ومحضرين كل شيء. بس اخر اللحظات في الشارقة. ازدحام ما له مثيل. شوف الازدحام، هاي كل هذا الازدحام بس على هالطيارة. هسه راح ننطلق برحلة مدتها 8 ساعات بالطيارة لكوالالمبور بماليزيا. وهناك كنت ألعب ويا طفل بالطيارة. من كنت صغيرة ما كنت أحب الأطفال، من كبرت كلش حبيت. وأخيرا وصلنا إلى ماليزيا وراح نقضي بيها 24 ساعة وبعدين راح ننتقل إلى جزيرة بالي. بس خلال ها 24 ساعة أنا لفيت ماليزيا وأخذتكم وياي بهذه الرحلة. جربنا سكوتر، جربنا أكل كوري، ورحنا الأماكن كلش حلوة. فلازم تشوفون محتوى ماليزيا موجود أصلا بالقناة. واخيرا وصلنا لبالي. خلونا نبدي المغامرات الحقيقيه. باوعوا هذا بعدنا بسم الله نسوي. نزلنا من الباص لقينا هذا الوحش قدامنا كلها هنايا. وحشتنا رحله طول ذاك وحش هم. باوعوا هناك وحش همينه ما اعرف ليش عندهم موت. هسه هبطنا ببالي اخيرا بعد يومين من الطريق ومن العناء. صار صغير مشكنم بس باعوا الوحوش هذول اللي هنا. باعوا هذا هذا الفوق شلون صاير. وهنايا اكو الوحوش الثلجية. واو لا مو ثلجية كذا، مو ثلج بس يخبل. نفتر المتاهة على مود نكمل الإجراءات مالت الجوازات ونروح نتحرر لفندقنا. جينا دا ناخذ جنطنا. شوفوا منين تطلع الجنط من هناك. هاي والله منين تطلع زين، يعني اعتقد اكو شخص هناك هو يدب الجنط هيك تتمشى انه هيك. رايحين دا نشوف وين واقفين الاستقبال، لانه جايبين سيارة خاصة من شركة لايف ستايل. براها من عندهم غابات وكذا. شوفوا هاي شلون كله بالي. هنايا وياتها لقينا السايق مال شركتنا مال لايف ستايل بالي. اوكي حاليا اجانا السائق الخاص من لايف ستايل وبالزي التقليدي مالتهم محضرين لنا استقبال.
هلو هلو. تلبسونا هذا الورد وراح نروح هسه للفندق. راح نروح هسه فندقنا اللي احنا حاجزين ويانا السيارة عليها اللوجوات مال الشركة. يعني صدق صدق استقبال ولا اروع. خلونا ننطلق ويا لايف ستايل البالي. وهسه رايحين بطريقنا للفندق الاول اللي هو ارخص فندق بجزيرة بالي ومتحمسة للتحدي. شوفوا هذه الورود الجميلة. هذه الورود الجميلة اسمها جيبور. مسوينا اياها بطوق، انطونا اياها كل واحد، لبستنا اياها البنية. وهسه واقفين يم السوبر ماركت نريد ناخذ اشياء بعدين نروح الفندق. اول مرة دا اشتري من الدرايف ثرو انه احنا نحكي ويا جهاز وبعدين ينطونا هذه ونكتب بيها الرمز مال البطاقة حتى نشتري. هنا كل شيء بالبطاقة لازم نشتري. وصلنا للفندق راح نقضي بيه هنا الليلة الأولى لنا لأنه جينا احنا قبل وقت، قبل الإفادة جينا. الحواس مليون. الفندق هذا اسمه نيفازا نوسا دوا هوتيل، هو 3 نجوم وكان سعر الليلة للنفر تخيلوا $17 بس. 5-2. طبعا هذا الفندق كأنه متاهة حرفيا. فخلي نشوف نظافته، نشوف خدماته، نشوف شنو هذا الفندق. انا اخذت هاي الغرفة ماما 52 غلط. يا كل واحد غرفة واحدة. هذا بالمقلوب الضويات مالتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا والله حلو مرتب ما شاء الله. سو نايس. هنا الكافي اريا همينه مكتب بي حلو حبيت. هسه حنام لأن ميتة تعب وباكر نكمل الجولة. صباح الخير. اليوم 12/7 واليوم بلش الإفادة الرسمي. راح نلبس هذين الورود مالتنا ونروح للمنتجع. راح أموت من الحماس حرفيا. وكملنا جولتنا بالدول الأولية اللي هي بالجاية، بس عندنا جولة ثانية بدول أكثر بنروح إن شاء الله. وهسه كلش متحمسين نروح هسه للمنتجع. ولمينا جنطنا ودنا نستعد نغادر هذا الفندق. وشوفوا كانت اكو بعض الغرف موجود بيها بالكون وهي نفس السعر، يعني كلها $17 بس هاي اكو بيها بالكون واكو ما بيها بالكون. خلونا نشوف. هنا اكو طبعا هنا كلش صوت مطارات عالي. هاي غرفتي بس ما كنت اسمع صوت المطارات، الحمد لله اكو عزل. اول مرة نشوف بالي. شقد مطارات مزعج. وهسه اول ما ننزل من المصعد راح نلقى هذه التحفية الغريبة بوجهنا وراح نطلع للشارع مباشرة، لانه البناية اللي صايرة بيها الغرف هي بناية منفصلة عن الريسبشن. هي هاي البناية اللي صايرة بيها الغرف وهي بناية منفصلة عن الريسبشن. ما شاء الله على الهواء يجنن. السما حلوة. طبعا أول مرة بحياتي أشوف ريسبشن مالت الفندق برا الفندق حرفيا ياته بالشارع الريسبشن. فإحنا إذا نحتاج شي نروح الريسبشن بالشارع. بس طبعا المكان ايش قد يجنن. واو. لقيت اللوبي. طبعا طلع اكو لوبي عاد هذاك اللي بالشارع عبالي بس اللي بالشارع، بس البارحة ما شفناه بالليل. شوفوا هنا عندهم ما ادري ليش هاي التماثيل موجودة بكل مكان، حتى ماليزيا بالتكاسي هاي. شوفوا هذا غريب اللوحة شي بطة ملونة. شوفوا هنا التشجير يجنن، يعني حرفيا ما شاء الله على دول آسيا التشجير عندهم رهيب. إن شاء الله يا رب بالعراق يصير عندنا همينة هلقى التشجير وتخف الحرارة علينا وما نحترق. شوفوا الشارع. هذا الشارع. هذا الفندق اللي كنا بيه. واو كلها لابسة تنانير الولد والبنات. ماكو عندهم تكاسي يعني بالشارع. اكو تطبيق اسمه جراب، هو نفس التطبيق اللي احنا استخدمناه بماليزيا كلش فادنا، مثل تطبيقات التكاسي اللي عندنا. بس بماليزيا يعني كان بثواني حرفيا يوصل السائق، بعد ما نلحق عليه يعني يكون اصلا بعدنا ما مجهزين يكون واصل. بس هسه متاخر هذا الجراب مدري ليش اندونيسيا ازدحام. شوفوا الطبلة شلون غريبة ثقيلة فخار. شوفوا هناك ايش قد اكو تحفيات.
هذا عوديش فندق كلش بسيط يعني. وهسه اجى التاكسي مالتنا وراح نروح للمنتجع اللي حاجزين اياه الشركه اللي هو ريتز كارلتون. بما انه احنا بالطريق خل احكي لكم تجربتي بالفندق الارخص. صراحه ما حسيت نفسي ابد انه فندق رخيص او فندق تعبان، نظيف نظافه، مرتب، موجوده بيه ادوات اللي نحتاجها، وهمين حاطين ادوات مال قهوه وشاي وغلايه مال مي، فابد ما حسيت نفسي انه اني فندق تعبان. وحتى الفراش مريح، المخدة مريحة، يعني كل شي كان مرتب بالفندق، فأقيمه يعني 9/10. وهسه رايحين للفندق الثاني اللي هو ريتز كارلتون، اللي هو يعني أغلى فندق موجود ببالي. الليلة الوحدة بيه للنفرين سعرها $480، والشركة كانت حاجزة لنا اياه لأنه هذا إيفاد مجاني من الشركة للأعضاء الناشطين اللي سووا أكثر مبيعات. فدائما أقول لكم إنه السفر ما راح يحتاج ديك الفلوس الطائلة. هسه أنا عشت ليلة بهذا الفندق اللي هو $17، وهمين راح نشوف الفندق اللي هو $480، بس بالنهاية هو كليته مكان حتى الإنسان ينام. الأهم السفرة كليتها والفعاليات اللي يسويها الإنسان. وهسه راح نصرف للفلوس الأندونيسية. شوفوا هاي عندهم ورقة 100,000 كاملة، هاي 5000، هاي شقد 20,000. $50 750,000 عندهم، 795,000 عندهم. هنا العمولة يعني العملة أرخص من عندنا بهواي. شوفوا العلامة مال لايف ستايل ببالي، من هناك بلشت. وصلنا هسه للمنتجع مالتنا. هسه البنية بتستقبلنا تطلع أسمائنا. علامات لايف ستايل بكل مكان ما شاء الله. طبعا هذا التصميم هو برعاية شركة لايف ستايل في بالي. Welcome my lifestyle، وبكل مكان for a better life. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. الحمد لله والشكر وصلنا بألف سلامة. هسه كملنا كتابة أسماءنا على الجنب. Coffee? How is it cold and red? It's with pineapple juice, ginger, cinnamon, and sugar. Okay. تقول coffee. Coffee? Tea. It's tea. Okay. Indonesian tea? No, it's rosal tea. Rosal tea. طولي هاد تقولي من تكملين غسلي بيها ايدك. حاليا ياخذون جوازاتنا على مود يسوون سيم كارت، وبالتليفون هم يسوون من عندهم سيم كارتات يعطونا. نستلم الغراض مالتنا، شفقات والمطارات وهواي اشياء. محضرين لايف ستايل هدايا. Where's my name؟ شفقة قد حلوة، لبسنا شفقاتنا. Okay, I want my bottle. My name is Mina. واخيرا لقيت المطارة مالتي. Thank you. Thank you. Large. Okay, thank you. For the room? Okay. You need my passport? No, your back office ID. Okay. وزعينا على الايديات مالت الشركة ومباشرة ناخذ الغرفة مالتنا. وضع يجنن شباب. بدأ ينطوني الكارت مالتي على مود الاستقبال والغرفة اللي موجودة بي. Yes, this is Minahan. شوفوا هذه الإطلالة للجنة من الريسبشن. الفندق مطل على المحيط الهندي. بسم الله يا سنون نسوي تشيك ان. صراحة لي الاستمارة على مود نكمل غرفتنا. هسه أول شي كمقارنة بين هذا الفندق وذاك الفندق، يعني تشوفون الاستقبال هنا شلونه، والإجراءات هنا شلونها، الريسبشن إطلالته شلونها، وكل شي يعني راقي. أخذت الكارت مال غرفتي. شوف الحلو ايش قد حلو، حتى هذا مرتبين. خلنا ننطلق. يعني باعوا ايش قد المكان يجنن. ما شاء الله ما شاء الله. تخيلوا انه هذا الفيو مال المصعد حرفيا. هسه رايحين نستلم الغرف مالتنا. So our hotel is still around the nature. Sometimes there will be monkey visit here. Okay. Monkey, yeah. Monkey in the room? No, don't worry, they don't bite. No bite, no bite. They are Just visit. cute animals. Because So they enter the room? sorry? They- No, just make sure you always lock the balcony door. Okay. Yeah. تقول لنا انه دير بالكم ترى اكو قرودة وممكن يدخلون. زين قالت فسدوا الباب. قلت لها شنو يخوفون؟ قالت لا ما يعبون بس دير بالكم منهم. Room number 2. Okay. And over there is the Rich Cotton Lounge and Bar. صراحة نسعد بهاي السيارة. أنا أسعد لي ورا طبعا.
على مود انه احنا نروح البناية الثانية، لان هذا الفندق ريتز كارلتون هو كلش كبير، بحيث انه مو كل الغرف ببناية واحدة، لا اكو اكثر من بناية يكون بيها الغرف. فهسه رايحين بناية. تخيلوا هذا كليته بداخل الفندق، يعني راح اراويكم كمية غابات وكمية مناظر تجنن، وكليتها بداخل الفندق، لان ريتز كارلتون سلسلة فنادق كلش مشهورة. هسه راح نوصل لغرفنا ونروح. The elevator is so quick. وصلنا هسه لغرفتنا، راح ندخل. This is room. Okay. Excuse me. I will explain a little bit about. واو. شوف هذا غرفة الملابس. هنا البانيو. شوف الغرفة تجنن تجنن حرفيا. الاستقبال هنا فواكه، وهناي البالكون. ما شاء الله عن الجمال. تخيل تقعد قدام هذا الفيو. Safety deposit box. اوكي تشرح لنا على الغرفة والخزنة شلون نسوي لها باسورد وكذا. We have a bathtub here. Yeah. But we are so sorry that the television here cannot be used. Mm. The television here cannot be used. Okay. Over here, we have a button for the curtain. Okay, so the curtain is from here. Yes. من هاي البردات We تنفتح have the وتنسد. curtain, the brown one and the black one. So there are two buttons here. Yeah. The brown one and then the black one. Okay. Also, we have a balcony door. Just make sure, excuse me, make sure you always lock it. For the monkeys, right? Yeah, for the monkey, make sure you always lock it like this. Okay. Okay? Okay. Alright. Excuse me. We have a mineral water here that's refill every day. Yeah. Refill every day. Also, you can make a coffee here. Mm. Here. Just make sure you put water first. Okay. Here and then this one for the coffee. Okay, got it. Just press it. You want to one shot or two shot. Mm. Also, we have a tea, sugar, You have creamer? creamer. Yes, this one. Nice. Dairy creamer. Yeah. Brown sugar, white sugar. We have it. Okay. Okay. Also, this one. This one, resort map and activities. You can just scan it by your phone. Scan the barcode. Okay. So you can see the map over this hotel. So the button here is for the lamp. Like this. Okay. هسه هاي الدقم للأضوية. Yeah. Okay. That lamp also in here. The lamp of the bathroom is also from here? This is for this one. Yeah. Bathroom have another button. Mm. Alright. Also, ma'am, if you have anything like maybe you want to request a buggy or anything else, just dial 0 by your phone. 0. Okay. 0. Dial Okay. 0. Is the room temperature already suitable to you? Yeah, it's all okay. It's okay. So good. Okay. If you maybe want to adjust the room temperature, here we have two buttons. The up button is to make the temperature higher, and the down button is to make the temperature low. Okay. Okay. We also have this button to turn it on and off. طبعا أحلى شي شوف شنو موجود هنا. القرآن الكريم وعلامة القبلة، وهنا موجود The Holy Bible اللي هو الإنجيل همينه. يعني قد حلو شي مراعين الأديان. بس خلي أخذكم جولة سريعة بالغرفة. أول شي هذا الثلج خلينا إياه هنايا، وهاي شاي ونسكافيه وأشياء مختلفة، وهذا العلبة اللي هي مالت كبسولات القهوة. وبس خلي رايكم شغلة غريبة جدا. شوفوا هنا البليكات بالمجر حرفيا، وموجود من هذا العراقي وموجود من هذا هم. هنا شنو اكو همينه. هاي الغلاية، هاي الكواسات والكوابر، هاي الكواسات بعد. الحين انه حاطين كلهن هيجي يعني بطريقة مرتبة كلش، مو مهووسة مثل غير فنادق يخلون كل شي هنا. كلش حفظة هنا. شوف اكو اشياء فارغة واكو اشياء بيها، فاحنا نفتح مجرات نشوف شكو بيها ما بيها. صدق شوفوا هذا البانيو هاي يمه موجود بيها الاملاح مالت الاستحمام. كلش حلو. وهذه اللي موجود بالمغسلة، هاي صابون، هذا بودي لوشن كريمات جسم، وهذا العلبة اللي موجود بيها هذا شنو
انتي سبتك. هذا ماوث ووش، هذا غسول الفم. هاي هنا مال الحلاقة، هاي مالت الأسنان، معجون وفرشة، كله خشب يجنن حرفيا، خشب كل شيء. هاي كانت جولة سريعة في غرفتنا في ريتز كارلتون. لحظة، طبعا أهلي كل ساعة يقول شغلة جديدة، كل ساعة بالي كملنا يقول شغلة جديدة. هذا شنو؟ هذا مال حشرات، وهذه مال حذاء، هاي يمكن ليفة، هاي عدة خياطة، هاي شوز باج مال أحذية، وهذه مال ملابس المغسولة. هاي شنو؟ يمكن مخدة، لو مخدة لو بطانية هيك شي. هذا استشفاء هم يلقى. اوكي اعتقد خلاص بعد كل سنة نلقى سالفة جديدة. اخذكم جولة بمنتجع ريتز كارلتون نوسا دوا اللي هو موجود ببالي. هاي حاليا اني يم اللوبي، المناظر اللي موجودة تجنن، كل مكان مفتوح بخضار وبمي. وصلت لبنايتي اني، ثانك يو. هنا الفندق عبارة عن بنايات، كل بناية بيها 6 طوابق تقريبا. لما هسه وصلنا للبناية اكيد راح نطلب الطابق مالتنا. وشوفوا هذا التليفون هو اللي انزل من البناية واطلب منه باقي، بمجرد ان اشيل التليفون اطلب باقي اقوم وين اروح. هنا بالفندق هذا وسيلة التنقل عندهم هي هاي اسمها باقي، تمام. هاي السيارة اللي هي نتنقل بيها بكل مكان. يعني احنا ما نروح مشي، مثلا اريد اطلع من غرفتي اروح للشاطئ او اروح المطعم، مو الا نروح مشي عادي، نقدر نطلب السيارة ببلاش، 24 ساعة موجودة وهي توديني هاي الباقي لكل مكان اريده. هسه راح ارجع للريسبشن. شوفوا الطريق مالت المصعد شلون يجنن. وهسه تعالوا خلينا نفتر بريتز كارلتون. اول شي شوفوا هذا الريسبشن، القنفة هاي كلش كبيرة، هاي النافورة متت عليها حرفيا. هذا الورد بكل مكان حاطين. شفت هذا الولد الصغير دا يدق على هاي الآلة، فسألت عن اسمها قال لي اسمها رندك، وحبيت انه اني اجربها. وهذه الأعوادين مصنوعة من قصب السكر، تجربة كلش حلوة. اجينا راح نقعد هنا، اوكي. شوفوا الفيو اللي شوفوا الطارق ما يخالف لاجل الفيو. هذا كله هيك جامعة مفتوحة كبيرة كلش. قعدت حتى اقرا الرسالة مال الترحيب من الشركة الفريقي، يقول لك congratulations your Bali adventure awaits. رحلة بالي ذات انتظرت. welcome to Bali. We are thrilled to have you here to celebrate your incredible achievements. احنا كلش متحمسين انه انت موجود ويانا على مود نحتفل سوا بانجاز. Time to relax and enjoy the beautiful surroundings. يقول لك اخذ هذا الوقت حتى تستراح تسترخي وتتونس بالاماكن الموجودة حولك. Get ready for all the fun activities. استعد لكل المغامرات اللي تجنن. We have a plan for you اللي احنا خططناها لك. Congratulations once again. مبروك مرة ثانية. Enjoy your time in paradise. اتونس بالجنة. Warm regards my lifestyle team. تراحيب حارة من فريق My Lifestyle. طبعا كلش حبيت الريسبشن اني كمكان، كان كلش مريح، والاطلالة اللي قدامه يعني كانت خيالية تجنن على المحيط الهندي، وتمنيت لو يكون اكو وقت انه اقعد بيه اكثر. اليوم الحفلة راح نروح لهناك. القرودة جدي، ياتها القرودة جدي. روعوا هذا القرد وين حاضن ابنه، شو شايب كنه مشلب بيه. اي كانت مشلبة ببطنه. هذه اجواء البوابة مالت الدخول، كلها مليانة علامات مال لايف ستايل ومليانة جنات، كانوا بعدهم مناقليها لغرفنا. والريسبشن يجنن بعد لحد الان ميت عليه، وكان عندي تصوير بالشركة همين. تخيلوا احنا لقينا اسماءنا محفورة على مطارات قصب السكر، وحتى ريحة الخشب بيها. وهذا اللوبي مالت الفندق، الاستعلامات والريسبشن وكذا، كومة قعدات حلوة بيه، وبي قعدات على الشاطئ هم. وشوفوا هذا الميز مسويه مالت الأطفال. والله هاي شنو هذا الكتاب، مال تلوين وهيجي، وألوان وياها كراين، يعني ألوان شو اسمها زيتية. وهذا الكتاب مالت التلوين كلش لطيف حرفيا. يعني هذا الفندق ريتز كارلتون معتيني بكل التفاصيل. وهسه راح ارجع لغرفتي على مود الجناط، بس اريدكم تشوفون المناظر شقد جميلة، وسبحان الله شلون المي يخلي كل شيء حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وهسه دا اخذ الباقي ورايحة لغرفتي.
want to go to my building. It's 2. When are your number? Room number is 26202. Yeah. صراحة أنا غرفتي حتى أرتاح، بعد لحد الآن ما مرتاحة كلش تعبت. عندي بس نص ساعة حتى إنه أنا أرتاح وأستعد للحفلة، لأن عندنا حفلة الاستقبال على الشاطئ. وصلت للبناية اللي بيها غرفتنا، والبناية اسمها سوان 2. إجت ندخل. هسه وصلت لغرفتي وراح أجرب هذه الفواكه وياكم على هذا الفيو الحلو. أول شي الموز، شوفوا ايش قدوته. أصلا من باعناهم قلت له ذني حقيقيات كلش يلمعن، تمام، عبالك بلاستيك، بس يعني بس باع العنب يعني والله مبين ابد مو حقيقي. خلينا نجرب العنب اول شيء. كلش طيبه ما بيها بذور. هاي اهلي فتحوها قبل لا ادخل اصلا. اوكي خلينا نجربها. والله ناسي اسمها هاي، بس احبها كانت طيبه. سالت ايش اسمها، هو حتى هو ناسي اسمها. شكلها من الداخل هيك يصير ما شاء الله. اهلي ما بقين شيء ما جربوه قبلي. اول مره اكل هذه الفاكهه. شوفوا تتقشر وتطلع هاي الثمره طيبه، بس تشل. هاي اعتقد هذا الليتشي. اي ليتشي، حرفيا اني اموت على الليتشي، كلش احبه. شفاف. اوكي هاي الثمره مالته كلش طيب. هذا تفاح، يعني اعتقد تفاح طبيعي يعني عادي غريب. هاي صراحة ما اعرف شنو هي، بس بطنها مثل التفاحة. ما حبيت هاي. الموز اكيد يعني طعمه حاله حال العادي. اي نفس الشي، بس احس مالتنا اطعم. هسه عفوني خلوني انا اكمل ويا هاي اكثر وحدة اموت عليها واحبها، وما اعرف اسمها، بس كلش احبها. شوف شلون هي تنفتح. وهاي المادة اللي بالداخل، هاي النقاط السوداء هي اللي تنأكل. هسه اخر شي احنا راح نجربه هو هذه الكيكة. هاي الكيكة اسمها باندان لاير كيك. هاي الكيكة هي تقليدية بالي، فستق وبيها كوكونات، تمام. فهي يجي شوف كلش هشة. خلوني اجربها بسم الله. طيبة، بيها هذا ورق الباندان، يعني بداخلها موجود هذا الورق. شوفوا هذه الإطلالة مالت البالكون من الغرفة تجنن. سبحان الله على الطبيعة وعلى المحيط والسماء، كل شي يجنن سبحان الخالق. هسه خلينا نروح نكمل استكشاف الفندق قبل لا تبلش حفلة العشاء. جمال هالمكان ما شاء الله ما شاء الله. حرفيا احس نفسي امشي وراح اوقع هنا، بس عادي حتى لو اوقع مو مشكلة. عن هذا الورد حرفيا موجود بكل مكان. شوفوا هاي هيك بلينة. اوكي يوم ملزقين عليه هذا الورد الطبيعي يجنن، يوميا يجددوه حرفيا. وهاي بعد المنحوتات غريبة حيل. ديك الشجرة همينة كلش حلوة. وشوفوا هاي الاماكن، هذا اللي احنا كنا قاعدين اكو هيك قعدات مقابل البحر. شوفوا شنو لقينا. هذا الشجر هو اللي طلع منها الورد هذا، شوفوا الابيض. سبحان الله هيك شجرة كلش كبيرة ويطلع من هذا الورد الابيض الحلو الصغير اللي يستخدموه بكل مكان. فهم عايفين هنا اشجار موجوده بكل مكان ببالي من هذه الاشجار، فيقطفون من عندها كلش هوايه. وهسه خلينا نروح نشوف المطعم. مبدئيا يبشر بخير ويجنن من برا. وهذه الإطلالة تكون على المحيط الهندي، وموجود هنا همينة طاولات. وهذه الطاولة VIP اللي احنا اختاريناها، وراح نقضي سفرة كليتها نتريق بهذا المكان، فحتشوفوها هواية. وكل الفلوجات الجاية من سفرة جزيرة بالي، لأنه مغامرات جاية نار. وهذا المطعم اسمه بجاينا. وهذا المطعم الثاني اللي هو مو المكان اللي نتريق بيه. هاي الساحة مالت الأطفال، حتى الأطفال معتنين بيهم وحاطين لهم الألعاب، وحاطين لهم أيضا الشطرنج اللي إحنا مو أطفال بس يعني لعبنا بيه وتونسنا كلش بيه. وشوفوا بكل مكان طبعا أكو زرع ورد، يعتنون بالتشجير كلش هواية. البنايات كلش نظيفة بنائها، رغم إنه الفندق مو حديث، بس تشوف إنه البنايات موديلها كلش حلو ومرتب. ودائما تحس نفسك إنه أنت بغابة. شوفوا السنادين إيش كبراتها، وهاي المرشات دائما انه هي تكون مشتغله. وهدوء، يعني الفندق ايش قد ما انه هو بيه عالم، بس تلقاه هدوء. يعني تقدر هنا تقعد. هاي بنايتي اقدر انه انا اقعد يمها هنا اتامل ايش قد ما اريد، لان هدوء، لا كهوسه ولا اغاني ولا اي شيء مثل غير منتجعات. هذا الفندق اللي هو اسمه ريتز كارلتون،
هو عبارة عن سلسلة فنادق من أشهر سلاسل الفنادق اللي موجودة بالعالم، أغلاها همينة. هسه بأندونيسيا المكان اللي احنا قاعدين بيه هذا الليلة الوحدة بيه ب600 ألف دينار عراقي. بس احنا الحمد لله والشكر يعني السفرة مالتنا هي كلها مجانا، بس الطيران احنا تحملنا تكاليفه. شوفوا هسه هذا الريسبشن الاساسي مال لايف ستايل، يعني لايف ستايل عندهم ريسبشن وحدهم بهذا الفندق. هنا مسوين درجات وهيجي الباحة الخلفية، لا الباحة الأمامية مالت الريجستريشن مال لايف ستايل. شوفوا الجمال ما شاء الله. هناك البحر. وهسه خل اراويكم المكان اللي راح تصير بيه الحفلة على الشاطئ اليوم. شوفوا هذه البناية هي عبارة عن قاعة يسوون بداخلها أعراس. هذا العرس اللي موجود هنا حاليا، ذولا صينيين، هذول العرس قد كيوت. هذا هو المحيط الهندي. وهسه راح ارجع لغرفتي حتى نبلش نجهز لحفلة العشاء. شوفوا هذا المكان الجميل. احلى شي ببالي انه هيجي بيها هذا المي بكل مكان. شوفوا هذا الممرات. وهذه غرفة الاجتماعات. أنا أول مرة بحياتي أشوف مصعد بي بوردين مال هيجي اللي تدوسون بيها الدقم. استوني انتبهت عليه. كل شي غريب بهذا الفندق. Everything is weird in Bali. عبالك عالم موازي. شوفوا من أنا نطلب هاي الباقي بأي وقت. Hello. Please, I need a baggie to the lobby. Thank you so much. هاي بس هيك مجرد انه اخابرهم اقول لهم اريد باقي باي وقت حرفيا 24 ساعة يدزولي من هاي السيارة، حتى لو انا بس وحدي. لان احنا كلش مدللين وما نمشي منا لهنا. السيارة تاخذنا وتجيبنا، حرفيا تعودنا على الدلال وما اعرف شلون احنا راح نعيش بعدين. دريس كود مالت حفلة الاستقبال هو ابيض، فلبست فستان ابيض وشال ابيض، وكلش متحمسة انه نروح لهاي الحفلة لانه اول مرة بحياتي احضر حفلة على الشاطئ. وصلنا للايفنت. اول مرة احنا نحضر ايفنت على البحر، فما تخيلون ايش قد متحمسين. شوفوا الاجواء تتجنن ما شاء الله، الهواء كل شيء حلو، كل شيء حلو. وهم انا اكيد هذا الورد بكل مكان موجود، بس لا راح يلبسونه. صار 3 مرات يلبسونه من عنده. طيب يا جماعه عايز اقول لكم يعني ويلكم تو بالي. بلشنا بوفيه العشاء. بوفيه العشاء ايش قد يجنن. انا ناس شلون مشنوق دا يشووه هنايا، والله بدي اكفي معه. حرفيا انه ده اقل حاجه انتوا تستحقوها.
وهيجي للأسف دينتي اليوم الأول من بالي. تونسنا بشكل مو طبيعي، وإن شاء الله باكر راح نتونس أكثر أكيد. وانتظروا الفلوج الجديد لأن مغامرة جديدة نار.